لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مصطفى درويش، لماذا رحلت مبكرا؟ رحل عن عالمنا اليوم الفنان مصطفى درويش، الأمر الذي قوبل في الوسط الصحفي والإعلامي قبل الفن بالصدمة، حيث أنه كان مقرب من الجميع، فنان روحيا وإنسانيا بالدرجة الأولى. حالفتنا الصدفة بأن كان له حديث خاص بأحد أعماله التي نجحت، وجه شاب غير مألوف لكنه قريب من وجوه كثيرة نقابلها له طموح وأمل وسعي لا يمل منه، روحه المرحة وتفاعله المستمر الذي كان بجانب الخير الذي يقدمه، لكنه كان يحمل في طياته ألم الوحدة التي تحدث عنها في الكثير من منشوراته، وهجر النوم له الذي قد فسره بشعوره بقرب أجله أم طمعا في ساعات إضافية في الدنيا، معاملته للجميع بلياقة ولباقة أيا كان، ومساعدة المحتاجين من خلال التطوع في أعمال خيرية عرفه البعض بشكل مباشر والآخر كان في الخفاء، جعل خبر وفاته تسبب لنا فاجعة وألم كبير. أبدع في أدوار الشر، ولكن المعروف أن أبطال الأعمال الفنية الأشرار غالبيتهم هم الأكثر طيبة على الإطلاق، وكم كان لطيفا مع الجميع، لم يكن بعيدا عن جمهوره، كان يتفاعل معهم، لم يكن يسكن قصرا عاجيا يخاطب الجماهير من أعلاه، بل كان منهم وإليهم ومعهم، يحاول البحث عما يقربه أكثر منهم ويبحث عما يستهويهم. رحلت يا مصطفى مبكرا وكنا ننتظر منك المزيد، رحلت بلا أي مقدمات، رحلت من عالمنا، ولكنك لم ولن ترحل أثرا لا يزول بزوال صاحبه، رحمك الله يا مصطفى. نعى الفنان عمرو سعد وفاة الفنان مصطفى درويش، والذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين بعد أن توقفت عضلة القلب بشكل مفاجئ عن عمر 43 عاما. قال عمرو سعد عبر فيسبوك: ننعي ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الفنان مصطفى درويش، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه، إنا لله وإنا إليه راجعون. انهارت الفنانة ريهام عبد الغفور من البكاء أثناء تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش بمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وتوافد نجوم الفن على مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر للمشاركة في تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش، وانتهت قبل قليل في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر صلاة الجنازة على الفنان الراحل، وشارك في تشييع الجنازة عدد كبير من الفنانين، منهم دياب وعصام السقا وآسر ياسين ومحمود حافظ وعمر السعيد وأحمد فلوكس وريهام عبد الغفور التي ظهرت منهارة من البكاء. وأكد الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة خبر الوفاة، وأعربت الفنانة شهيرة عن صدمتها عقب معرفتها
خبر وفاة الفنان، وكتبت عبر صفحتها على موقع فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ الراجل كان لسه منزل بوست من 4 ساعات وبيهزر. إيه يا دنيا، والله ولا تستاهل الصراعات التي لا تنتهي، ولا نزعل بعض، ولا نتذمر على حد، ولا نجيب سيرة حد إلا بالخير أو نصمت. وتابعت: متفاتة في أي لحظة ومن غير مقدمات. الله يرحمك يا مصطفى، الله يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال، ويجعل قبرك روضة وروح وريحان يا رب. وداعا الفنان والإنسان الجميل مصطفى درويش. تواجد الفنان أحمد فلوكس في جنازة الفنان مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا بصورة مفاجئة. اسمه بالكامل مصطفى حسين درويش، ولد في 11 يناير 1980 بمدينة 6 من أكتوبر. عمل في مجال الاتصالات قبل التحاقه بعالم الفن بالصدفة. ظهر لأول مرة عام 2011 مع المخرج خالد يوسف في فيلم كف القمر في دور ضابط شرطة، وكان دوره بمثابة انطلاقة في عالم الفن. كان دوره في مسلسل متوش رمضان 2020 من أهم أدواره التي لاقت نجاح لدى الجمهور، بدور مدرب كمال أجسام يشترك مع عصابة في عمليات النصب والاحتيال. حقق نجاحا ملحوظ بدوره في مسلسل خيانة عهد. انهارت خطيبة الفنان مصطفى درويش فور خروج جثمانه لدفنه بالمقابر، وحاولت صديقتها مساندتها حتى لا تسقط، وطلبوا منها أن تدعو له. وحضر عدد من الفنانين المشاركة في الجنازة داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي. كان التحقيق في وفاة الفنان مصطفى درويش. قرار من النيابة في وفاة الفنان مصطفى درويش، وأمرت النيابة انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن في مقابر العائلة بمنطقة الواحات البحرية بأكتوبر. وأفادت التحقيقات الأولية بأن مصطفى درويش وصل للمستشفى ولم يمكث بغرفة الطوارئ سوى بضعة دقائق، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب توقف عضلة القلب. نعى الفنان عصام السقا الراحل مصطفى درويش، حيث كتب على حسابه بموقع فيسبوك: مع السلامة يا درويش، كنت جدع وراجل وبتحب الخير للكل، كنت أخ وصاحب غالي، ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبر أهلك يا رب، دعواتكم. كانت آخر زيارة للفنان الراحل مصطفى درويش لدمنهور يوم الوقفة منذ 10 أيام لزيارة أصدقاء العمر. وقد نشر مصطفى درويش صورة معهم عبر حسابه على فيسبوك، وكتب قائلا: آيس كريم من مدرسة الزراعة دمنهور، كده الوقفة تمت بسعادة، أحلى آيس كريم في العالم، ده كل سنة وانتم طيبين وبخير. سيطر الحزن على نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على حضور جنازة الفنان مصطفى درويش. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.